هذا بيستثني قصة إذا اعتق في مرض موته تأخذ ناقشنا مرنا خدها أذاك عبدا لا يملك غيره صادجة مالوي أو تانية أعتق سلسو شنكي يتكي مرد شيكا من الله نعم. ثم لأن العتق تبرع يعني تشتكي بدوام مرزك معتبر من الثلثي كما تقدم في كتاب الوصايا كتاب الوصايا دربته بالثلثة اعتبار نعم. فإن كان عليه دين مستغرق ديني ويك مثلا عبد بفروشي ديني درناخه لم يعتق شيء من تشكي عبدنا يا ذاكر شما لأن العقد اتق وصية والدين مقدم عليها اتق وصيته دين مقدم لسال وصيته يعني أنجا دين بيدايني هي وصيته بجياني ديني هبن وصيته بجينا يعني ولو أعتق ثلاثة لا يملكوا غيرهم قيمتهم سواء سعبدي هناك وهل سرجقوا دفعة كقوله أعتقتكم عتق أحدهم بقرعته أما قرعتكم باراكي كتواضع إني كان ناصر وكذا لو قال أعتقت ثلاثكم أو ثلاثكم حر أواجب بشيء يكتي أذكرني بقرعة ولو قال أعتقت ثلث كل عبد منكم ثلث هل يكيز وأعظى أقرع بينهم ثم لأن اعتاق بعض العبد كاعتاق كلية فيكون كما لو قال أعتقت تبنين أذكرنا شكي ثلث أذكرنا يكتي أذكر يكجوانتي أذكر وقيل يعتق من كل ثلثه فقط فلا يقرع أو صنابة أو صنينة وقتك هيك شيك أو يازد بقى أو صنابة يعني بس يكجوانتي تبع صنابة صنينة جاء متشوى قرعك والقرعة أن يؤخذ 3 رقاع شيك هذه متساوية يكتب في السنتين منها رق وفي واحدة عتق وتدرج في بناديق أمتخن تشتكي جلوفار بندق أساسا كذا تقول يقولي وحشرة تقول يقولي وكا خارات شكي وكا خارات أمي وصا بيش بكون وكا خارات تمام يا متجنا تشتكي يعني كده هم ضابط كذا نبل جلوفار كنت كون وكا خارات تمام كما سبق في باب القسمة تمام وتخرج واحد باسم أحدهم أبيها بالناظر علي فإن خرج العتق اعتق والرقى الآخران هذه النكات بناظر يكشف هذا أو الرقى وأخرجت أخرى أو يكاد درخنية باسم آخر بناظر كيدا فإن خرج العتق اعتق والرقى الثالث استالس باء وإن خرج الرقى وعتق الثالث شو أوجد بعتق ويجوز أن تكتب أسماء في الرقاع هذا بقى جوابه نافوان دوكا بالنسي نافوان بالنسي جاري كاز هذا ثم تخرج رقعة كاز كي درخن أو يتكلم بندقاء على الحرية أبيا كي نافي كي جواد دري أبيا وحربة سر حريته فمن خرج اسمه عتق نافي أول إيه كي دري أو أصلا ورقى الباقيان أي الباقيان هذه النكات بنقولها وإن كانوا 3 سي عبدي هنا قيمة واحد 100 وآخران 200 وآخر 300 سي كولي هنا ديراوي صدى سيك دو صدى يك سي صدى toplanma ütka şeysat. Tamam. Şeysadi dusat yazakırne. Yani? أقرع بينهم بسهمي الرقين بدو باي كولتي وسامي عتقين باي كيازتي. فيكتب في رقعتين رق وفي واحدة عتق إلى آخر ما تقدم.
فإن خرج العتق لذي المئتين إك خديد صدية عتق جير در كذا عتق أو شكو آزاد با دسادة شكو ثلثة ماله والرقى أي الباقيان هدي النكا كولد أو للثالثي السياسة صدى أو سيسادي جنيدي ثلثة وسيطة زيادة أو يا عتق ثلثاه دباي آزاد من والرقى باقي إنكا كولد من والرقى باقي والآخرانش طب هديش أو للأول إيك مصادية در كذا عتق وتمام آزاد با ثم يقرع بين الآخرين بسهم الرقين وسهم عتقي طبعا في رقعتين الدكاضة فمن خرج العتق على اسمه منهما جوان هديا تمم منه الثلث أو الثلث جويبه تمام تقول الثلث جوي تقاسة يكيبه صدا إدنكا بجي جسدي نيفية يكيبه جسدي صدا فإن كان ذا المئتين أجا خدي برا صدي كذا أتيق النصف أو ذا 300 إكس صدي باء أتيق ثلث والرقى الباقي والآخر يدجي كوبدن كولد وإن كتب في الرقاع أسماءهم ناظرة فإن خرج على الحرية اسمه زي المئة أتيق تماميلا وأزاد باء وتمم الثلث ممن خرج اسمه بعده إلى آخر ما طبعا يعني أبيك والصدبة أبيك والصدبة صدبة وأزابو شو ما إدوسادو سيسات أجا بارا دوساد كذا نيفي أزاد بارا سيسات كذا سيكا يا وإن كانوا فوق ثلاثة كل زيدي سيحوانا وأمكن توزيعهم كان توزيعهم بالعدد بباء والقيمة بباء في جميع الأجزاء تمام أجزاء مثلا كستة شاش حب كولان قيمتهم سواء قيمتهم وكافة جعلوا إثنين دو سيحب أي جعل كل اثنين منهم جزء أما هاد دحباتيك جزاكي وصنع كما سبق أما ديسا نابي وانشيك ذكيرة دركات دحب جوان أوزاد صنع كما سبق في السلاسل المتساوية القيمة بل ما دربص هل صد يا ما جو أمي نابي وان ممكن وقع قلوري يرجع من نابي وان من السنين و مثل نابي حريتك أو بالقيمة دون العدد قيمته وكا وعدد ونوكا هذا مثلا قيمة وكا عدد نوكا كستة قيمة أحدهم 100 تمام السيدة دقيقة تلفوناته يعني إذا تبين 100 إدو دياجي صد وقيمة 300 سيحباجي صد جعل الأول جزءا كي صدى والإثنان جزءا نورا أوجي صدى والثلاثة جزءا سيحبجي صد وأقرع بينهم أي بيقرع كنا بينهم كما تقدم وفي عتق الاثنين دودوك عذاب إن خرج يقدر كذا وافق ثلث العدد ثلث القيمة ثلث عدد ثلث قيمة هادو ويجوني هذا ثلث عدد وثلث قيمة هادو بقاسي أبدا أو شو يجوني هذا يعني هادو يجوني هذا فقوله دون العددي طبعا يكون بيشي لقول دون العددي أبي صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع أجزاء ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة توزيع بالصاية بقيمة شنابه توزيع بالصاية بقيمة يعني
توزيع بساينا بقول قولي قيمته بقى شلتي أبانا مال مال بشتكوا مال التوزيع القولي ساينا القولي قيمته القولي قيمته مال. وإن تعذر بالقيمة التوزيع مع العدد قيمته عدد تنقافنن بهبرة إمكانسزة مثلا كأربعة قيمتهم سواء تمام. اتيكي أعضابك إدنكا مثلا ففي قول يجزؤون ثلاثة أجزاء هل يكي متكن سجزاء سيا يكي وان أعضاب هل يكي تكن سجزاء كلامت سوات واحد جزء وواحد جزء واثنان جزء يك جزءك دحب جزءك يعني تكن سيبارا وكا فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلثي جبت تمامنا الثلثي بين الثلاثة أبي قرعة كني ثلاثة أسلاسا سي يعني أمي وانج هيك شيء بارن يا أوانا نكاجي أمي بس متشكل بس تيجي إجا أو يا بارك شيء بكذا جزء كيجي آزاد كما صرح به في التهذيب فمن خرج له سام العتق عتق أو يحول آزاد ثلثه أو خرج العتق للاثنين الرقى الآخران أو تمامين الآزاد بهذه النكاح كولد ثم أقرع بينهما نابين هدي هدي ماي أي بين الاثنين فيعتق من خرج له العتق عتق شيء دركبه أو جاء آزاد به وثلث الآخرين شيء إدجاز وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعته ويخرج على الحرية رقعة ثم أخرى إلى رقعته جدا جاري أو تمام آزاد به فيعتق من خرج أولا والثلث الثاني آزاد قلت كما قال الرافعي في الشرح أظهرهما الأول والله أعلم الظاهر قول أوله يعني كو ما قول كي تشار حبن نورا ما قول وإن تعذر بالقيمة مع العدد كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤون ثلاثة أجزاء أو بقولها واحد جزء وواحد جزء واثنان جزء تمام هذا قول تمام والقولان في استحبابه هذا قول النكاح وقيل إيجابي دي استحباب ده أنا إنك قلت ولا دي إيجابي ده يعني مستحبة إنك قلت واجبة مروي شيء قالك في الربطة كاسية وهو مقتضى كلام الأكثرين إيجاب والأصل في القرعة ما روى مسلم عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار اعتق 6 أعبد مملوكين له عند موته شش عبدي بن هرشش آزاكي لي أختمرنا خو جيبي وجه مالي تنبي فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 في سيبا أسلاسا ثم أقرع بينهم بينما قرعة كلية فأعتق 2 وأرق 4 والظاهر تساوي الثلاث في القيمة تساوي الأسلاس في القيمة أسلاس يعني أفان سلسيوان قيمتي ونركب لأنك كنت شنقل قيمة زيادة وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال باشي مال دركت مالي دركت وهالو يا زنجينة وخرج كله من الثلث تمام وانجي الثلث آزاد بنو وهي جمالي جهدية
عتقوا ولهم جوارا كسبهم من يوم الاعتاق تروجك عذاب بن شندا سيدا طارق عتقوا هبود بدردالو من جواب ها؟ إيزاي بينا جواب إيزاي وإذا اعتقنا بعضا بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا تبتي أذكرني ولهم كسبهم من يوم الاعتاق كسب وانا شروج أذكرني شندا تشكر من مال جوارا جوارا بله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم بما يكون نفقه وان ضابجي حق نفقه جوان ناصي بله كما إذ لا موجب للرجوع برجوع بنفقه موجبي تنين بله وإن خرج بما ظهر عبد آخر أجان بيجن بمالك دركات أنجح بعبدك يا زاد نعم وإن خرج بما ظهر عبد آخر ألي عبدك دركات أها فيما إذا عتق من ثلاثة واحد شو بني وإن خرج بما ظهر عبد آخر تمام عبدك دركات تمام فيما إذا عتق من ثلاثة واحد وقتك سسيا يك آزاد به تمام مال دركت ایوی مال آنکا ترا یکی هیه تمام ایوی قاضي شو به أقرع بين الباقين ها فمن خرج له العتق اعتق من بني اي پیشین دا مگو مال درکت بخانی تبا آزاکرنا مال هم تمام تبا آزادون ایجا که ام بخانی آزاکرنا یکی هبه أها ام قرعه بکن پارا کیت درکت اوی آزاد تمام ومن عتق بقرعة بقرعها تعتقن حكم بعتقه من يوم الاعتاق من يوم الاعتاق شو رجع ذاكرني تمام وتعتبر قيمته حينئذ تمام جوي قاضي اعتبار قيمته أو تدير تمام. ولو كسب من ولو يومئذ. كسبه من يومئذ جوي رجعتي كسبته غير محسوب من الثلث كسبين حساب من ومن بقي رقيقا من ولم منه أها قويم يوم الموت رجع مرنا أفندي بقيمة كل من وحسب من الثلثين من الثلثين يكو بارا مليونين أجويل بحسابه من هو وكسبه الباقي قبل الموت كسبه وياكم ما يدبري من هذا أو الثلثين بحسابه من لا الحادث بعده نو كسبه كود دركت بشتي مرني من كما لأنه ملك الوارث كمكي ملكي وارثه من كسبه يمت ويتشكنا حسابه من فلو أعتق ثلاثة من لا يملك غيرهم من ساعة بعضك صادجة ساعة بينا باش قتل ملكي أو ثاني قيمة كل منهم 100 من فكتب أحدهم 100 يكجوان ساعة بعضك هذيك قيمتها بسطح كاودا يكي صدقة أشكرك خبتبو أها قبل موت سيدي من أقرع بينهم من بقيكرني فإن خرج العتق للكاسب عتق من بأذاكني وله 100 صدقات جراي ها وإن خرج العتق لغيره ها عتق يعني وبأذاكرني ثم أقرع بين الباقيين الكاسب وغيره ايه الكسب قلنا قطع أبي ابن شوية شد أبي هنك دقيشي شوا فلو أعتق ثلاثة تمام لا يملك غيرهم قيمة كل منهم 100 فكسب أحد 100 تمام قبل الموت سيدي أقرع بينهم تمام فإن خرج العتق للكاسب عتق وله 100 منه هم آزاد به هم ويد صدق وكسب كريه يجيره أو صدق تمام إذا وإن خرج العتق لغير عتق ثم أقرع بين الباقين الباقي وجه الكاسب وغيره ها ايه راسته اوصى يا كاسب وغير كاسب
يعني أو فإن خرجت القرعة لغير يجب غير كاسب أتيق ثلثه طبعا. ثلثه إجازة كما لضميم 100 الكسب تمام جب الضم صدي كسبه. تمام. أوجي وإن خرجت القرعة له الكاسب أي الكاسب درك أتيق ربعه الشارع ربع كسبه أزاد. شما إجا أبوي ربع سيدا ها يعطيك ربعه دمي أبوي ذكوكي فإن خرجت القرعة لغير أتيق ثلثه ثلثه أزاد غيري لكما للضميم 100 الكسب جب صدي كسب تضم كني بالفا ثلثه أزاد. وإذا وإن خرجت العتق له أي الكاسب أتيق ربعه وأبدتشيا عتق ربعه سيدا فإن غير القرآن إيه؟ لغير عتق دقيقة عتق ربعه عتق ربعه وتبعه ربع كسبه. وتبعه ربع كسبه ربع كسبه جيرة راست. ويكون للوارث الباقي منه إيه مايش أوكي جوارث ماله. ومن كسبه مع العبد الآخر يقول كسبه يدقى العبد آخر به وذلك 250 ماله. ضعف ما عتق نعم وذلك 250 ضعف ما عتق. ضعف ما عتق يعني تشيك بيتي أذاكني قاتل يعني مثل 250 صدو بنجي ثلثاوي تغاسة ومن كسبه مع العبد الآخر شو كسبه مع عبد كثر سيدا؟ كسبه مع العبد الآخر يعني ومن كسبه مع العبد كسبوي بعبد الدرابة يعني جرى بادر نكش إدرا دركت إيه وذلك 250 أوجي شمكي سي عبد هيك الصدى إيه صدي كسبه تمام إجاري وذلك 250 الضعف ما عتق خاطئ ما يكاتي أذكرني جواب مني ناط بخيكي وذكر في المحرر ولا سيد أبرار ضرب من هذه تشكي زورة تمام تمام زورة هذه عمانتي وخلاص سرچ عوالم